اللي بعيد عن ربنا واللي واخد الحياة، واخدها بالطول وبالعرض، واللي مقضيها بالذات البنات اللي بتتفرج عليا، واللي شايف الحياة دنيوية. ايه رأيك في الكلام ده؟ طيب بص، انا اقول لك حاجه. اكتر حاجه انا شايفاها خصوصا الفتره اللي فاتت و... واللي انا شخصيا مريت بيه، آه، ان الناس بتتدخل في حياه الناس بطريقه غير طبيعيه وفي النوايا. يعني خلينا اتكلم في الشق ده اولا. حلو. اولا محدش ابدا له ان هو يتدخل في علاقه اي حد بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، سواء ظاهريا او غيره، جميل. لان محدش عارف هو جواه ايه. ولان القلب متقلب، يعني لذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيدعي بيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك او طاعتك. ف... مم. فالايمان ده بينقص ويزيد. انا النهارده في حال، بكره في حال تاني، ممكن يكون حال افضل او حال اقل مع ربنا. بس هو مفيش حد عقليا ومنطقيا مش عايز يقرب من الله. هي بتبقى بس دفعة لحظة شيطان، وسوسة، بتبقى غفلة، بتبقى أصحاب سوء، بتبقى حاجات كتير بقى. مم. فاهمين؟ فاول حاجه الناس عشان حتى تصلح من نفسها، يبقى ما ينفعش تركز مع غيرها. هتركز مع غيرك هتوقع نفسك في كل حاجه. حلو. الله يفتح عليك. ده اول حاجه. لو انت عايز الله حتى يبارك تنجح فيك. في حياتك وتطور من حياتك، يبقى ما تركزش مع غيرك. يعني حتى الله ما يبارك فيك. تتدخلش صح. في حياة غيرك، مين اتجوز، مين اتطلق، مين خلف، مين ما خلفش. يبقى حاجه مش صح. هتفيدك يعني. مم. حلو. في حاجة كده نفسي اسألها والله بجد، ليه الواحد يعني بصي عارفة اقولك بجد والله، احنا كلنا اصحاب ذنوب، وكلنا يعني مفيش حد خالي من الذنوب، كلنا اصحاب ذنوب كتير. بس في حاجة اسمها نشوة الإيمان. نشوة الإيمان دي لما تلاقي نفسك مثلا من كتر البلاء ومن كتر الضغوط ومن كتر ما انت حياتي انا او حياة غيري، حياة دي يعني حياة كلها دنيا 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 دنيا. اول ما تلاقي البلاءات كلها تراكمت على الواحد، بتلاقي الواحد بيبكي وبيصرخ الى الله. ده طبيعي ولا ده ممكن يكون خوف من الناس وعايز يجي لربنا بسرعة؟ لا، هو ده طبيعي. يعني عند الابتلاء والبلاء بحيث ان هو لا ملجأ الا اليه يعني. بس هي الفكرة بيبقى فكرة: هل الموضوع هيبقى لحظي ولا هل الموضوع هيبقى يستمر؟ يعني طب هل هو لو هتثبت الواحد عايز وتفضل يخليه ثبات؟ يستمر ازاي؟ بدل يكون لحظي، بدل يكون في وقتها وخلاص، يعني انا خلاص يا رب يا رب يا رب يا رب ربنا هيخلصني، ولكن بعد ما ربنا يخلصني اقول له سلام يا رب. بقى ليه بقى مش عارف. يعني هو الواحد لو عايز يخليها مستمرة في طاعة ربنا ويمشي ويمشي بجد، يعني هو اقولها لك برضه بصراحة. ممكن مثلا انا قلت انا تبت وتبت توبة نصيحة وهلتزم، تلاقي واحد يقول لك يا عم يلتزم ايه يا عم، ده بيعمل كده بس عشان عنده نصيب. يا عم ده هو بيمثل وعايز يعمل نفسه اللي هو طيب ويا رب وياخد تعاطف الناس. ليه الناس ما بتحاولش؟ ما تلاقي حد مثلا بيتوب لربنا بجد وبيعلن توبته عن اي معصية وعايز يتوب بجد ويبقى بينه وبين ربنا، ليه الناس ما بتشجعوش؟ ليه؟ طيب، لان اكتر الناس دلوقتي للاسف بقى في كذا حاجه. اولا، زي ما عندنا شياطين الجن عندنا شياطين الانس. ثانيا، مم. ان اكتر الناس بقى عندها امراض قلوب ونفوس مريضه ونفوس ضعيفه مم. جدا، حتى اللي بيتكلموا باسم الدين. يعني دي مشكله تانية مم. بقى. يعني في ناس تقعد تنصحك وتتكلم بطريقه معينه، وهي مش بتنصحك عشان النصيحه، لانه ده بيبان في الاسلوب وفي الاخلاق وفي التعامل وفي مم. الطريقه في كل حاجه. اللي بينصح مم. بحب بيبان، حتى ما مش مم. لازم يكون عارفك عشان ينصح بحب. مم. فبالتالي أول حاجة أساسا علشان تلتزم لربنا سبحانه وتعالى أو لأي طريق، برضه هنرجع نفس النقطة الأولانية: ما تركزش مع الناس وكلامهم. مم. لأن لو ركزت أنت مش لا أنت هتلتزم ولا أنت هتبقى موجود. أنت ممكن تبقى تحس إن أنت تايه أو حرفيا في ناس بتخرجك، توصل ممكن تخرجك بره الملة وأنت مش حاسس، أنت مش داري. صح. مم. يعني في ناس انتحرت بسبب كلام سلبي ومحبط وبسبب حاجات كتير. في ناس، في بنات بعدت عن الالتزام، عن الحجاب نفسه، عن كل حاجة، ظاهرين وغير ظاهرين. وفي شباب نفس الحكاية بسبب التشدد أحيانا، أو بسبب الأسلوب السلبي أو المحبط، أو أنت تعمل فيها شيخ، أو أنت تعملي فيها مش عارف إيه، والكلام اللي أنت فاهمه. مم. فالإنسان ما يلتفتش لكل ده. الحاجة اللي بعد كده، لازم بعد المصيبة بفترة لما بتبتدي تفوق منها وربنا بيطبطب عليك، لان ربنا بيطبطب علينا. انا امي لما ماتت، مفيش بعد الام اصلا ده، بغض النظر عن اي حد تاني، امي لما ماتت
يعني انا كنت حاسه انا خلاص عايزه ازهد الدنيا، اللي هو الزهد ده ان انت تطلع الدنيا من قلبك. مفيش حد مم. فينا مطلع الدنيا من قلبه، يعني انا او مم. انت او اي حد، كلنا الدنيا في قلبنا وكلنا مم. مفتونين مهما كان ظاهرنا. مم. تحس ان لان درجه الزهد دي من العباده درجه كبيره جدا وعظيمه، محدش لسه وصل لها. فتحس ان تمام. انت خلاص مش عايز اي حد فلازم انت تقعد مع نفسك بقى، اولا تتصالح مع نفسك. مم. حلو.